السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو النهارده هعرفك فيه مشكله بتواجهك في مكنه تصوير ريكو 305 اللي هي الافيش. طبعا زي ما حضرتك شايف دي ورقه انا مصورها دلوقتي اهو. الورقة معايا كلها واضحة تمام، بس لو جيت في الجنب اليمين هنا هتلقى في الكتابة السوداء خفيفة خالص. ده مش عيب خرطوشة، لأ، ده لو عيب خرطوشة البهتان ده هيبقى متفاوت، يعني بمعنى إن كل مرة هتصور فيها هيبقى مختلف. فأنا هصور معاك دلوقتي ورقة تانية بحيث إن أنت تتأكد إن العيب ده هقولك عليه دلوقتي، وتتأكد إن العيب ده واضح وصريح وهو مش عيب نقص حبر أو كده. هبدأ إن أنا أصور كمان ورقة أهي عشان بس أتأكد إن الكلام ده في نفس المكان بالظبط. تمام، بدأت إن أنا أتأكد، صورت وطلعت لك الورقة بنفس الحوار. طيب العيب ده فين بالظبط في المكنة دي؟ هقول لك العيب ده فين. بص يا باشا، انت لو جيت خلعت الازايز بتاعه الحبر الاسود هتلاقيها مليانه. العيب يا باشا في حاجه اسمها هنا اليونت اللي هي دي، بمعنى ان حضرتك هتفك اللي هو الحصيره اللي تحت دي اللي الحبر كله بتجمع فيها، فوارغ الحبر كلها بتتجمع فيها، وتبدا ان حضرتك تفك اليونت الاسود ده. اليونت الاسود ده عشان بس تبقى فاهم، لو رحت لاي حد بتاع طبعات يصينها لك او كده بتفكه. انا يعني كان قبل كده كنت مغيره، يعني انا عشان كنت مستعجل وكده غيرته ودفعت فرق بسيط. المشكلة الأساسية هنا بقى هي نقص مستوى حبر، بس مش مستوى الحبر اللي هو إيه أو بودر كده بمعنى صح اسمه. بيقولوا عليه حبر الديفولبر. حبر الديفولبر ده بيتباع بالجرام عامل زي الدهب كده، بس كان يعني الجرام بتاعه ممكن تلاقيه ب10 جنيه الأيام دي يعني. ده لو حصل عندك البهتان الجزء في الورقة ده تعرف ان المشكلة دي كلها بسبب حبر الديفلوبر، وبالذات في المكنة اللي هي ريكو 305. لو جيت حضرتك تعمل اي تقليب للحبر في المكنة دي مفيش اي جديد برضو، لا هو هتلقى كل حاجة زي ما هي، البهتان ده زي ما هو، وده بيسبب لناس كتير مشاكل يعني. ده كان فيديو بسيط كده على السريع حبيت ان اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهده.